السلام عليكم وصباح الخير. كيف الأحوال؟ سؤال يراودنا منذ البارحة، ألا وهو كيف يكتسب الإنسان ثقته بنفسه؟ سؤال عظيم، سؤال عظيم جدا جدا. ازاي الإنسان يكون عنده ثقة بنفسه؟ لأن طبعا الإنسان اللي واثق في نفسه ده محل تقدير ومحل مدح ومحل أكل، محل كل حاجة حلوة يعني. سؤال جميل، سؤال جميل بتنفق فيه الأموال وتعطى فيه الكورسات، وهو يستحق صراحة يعني، لأن الإنسان اللي واثق في نفسه ده يعني طبعا من السمات اللي بتخلي الناس تنظر ليه بصورة معينة. يعني سبحان الله، من الاكتشافات العظيمة جدا جدا جدا، واللي رغم بداهته إلا إن هو بياخد فترة عشان الإنسان يستوعبه، إن الناس بتنظر إليك بالطريقة اللي أنت بتنظر بيها لنفسك. كلام يعني كلام كبير وبسيط بصراحة، يعني مش كبير ولا بمعنى إن الإنسان تصدق ما يقوله الإنسان عن نفسه. يعني السردية الشخصية، انت شايف نفسك ازاي، بتقول ايه على نفسك وانت مصدقه، مش وانت بتبالغ وتحاول ان ترسم صورة هي غير موجودة اصلا. لكن فكرة ان انت شايف نفسك ازاي، الناس هتشوفك كده. ده اظن الموضوع ده محتاج تفصيل وتوضيح، بس خليني ألجأ لطريقة جميلة جدا جدا جدا، يعني كانت بتساعدنا في الرياضيات، وهو ان احنا بناخد المشكلة دي ونحطها في سياق آخر. بناخد الأكلة دي ونحطها في طبق آخر. واخد بالك بنعمل إيه؟ بننظر للإنسان إنه شخص تاني. يعني أنت تنظر لنفسك إنك شخص آخر، كويس، إنك شخص آخر خالص منفصل عنك، تمام. وتسأل نفس السؤال: هو أنت إزاي تثق في هذا الشخص؟ أو إزاي هذا الشخص يكتسب ثقتك؟ إن هو بيوعدك وعود كتيرة ويوفي بيها. يوعدك وعد ويوفي. راجل قد كلمته زي ما بيقولوا، راجل إذا قال فعل وإذا وعد أوفى، كويس. لو عندك هذا الصديق، فأنت الصديق ده يقول لك إيه؟ خلاص الموضوع ده عندي انتهى. أو يقول لك أبشر، زي ما إخواتنا هنا في الخليج بيقولوا خلاص انتهى. أو يقول لك أنا هعمل كذا في المكان الفلاني في الميعاد الفلاني. انت متأكد يقينا ان هو يعمل ده، حتى لو انت عارف ان الموضوع صعب جدا ومش بالسهولة، ولا لا 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 هيعمل. ليه؟ بيوعد وعود ويوفي بيها، بيقول كلام وينفذه. يعني تحس ان هو مربوط. الراجل ايه؟ الراجل بيربط من لسانه زي ما بيقولوا يعني. طيب تعالى بقى ندمج تاني الشخصين. اللي هو الشخص. تعالى بص لنفسك بقى ان انت ايه، نفس الشخص. هات نفسك اللي طلع بره دي ودخلها تاني، كويس. ازاي تكتسب ثقتك بنفسك؟ من خلال انك توفي بالوعود اللي بتقطعها على نفسك. توفي مش بكلها، بأكبر قدر ممكن من الوعود. انك الكلمة اللي تقولها تلزم نفسك بيها، حتى لو اكتشفت فيما بعد ان دي حاجة ممكن والله لا يعني صعبة جدا، او هتبقى مكلفة جدا بأي شكل من الأشكال. ولكن فكرة التراك ريكورد أو السجل الذاتي أو السجل الشخصي اللي مكتوب فيه الراجل ده قال هعمل كذا وعمل، الراجل ده وعد بكذا وأوفى، الراجل ده قال إن هو هيلزم نفسه بكذا وكذا وألزم. كل الحاجات ديت تخليك تكتسب ثقة نفسك، وتخلي عندك ثقة بنفسك، خليك عارف نفسك، بحيث إن أنت تقدر تعتمد على نفسك. لان لو رجعنا لنفس الحاله، ان احنا شلنا هذا الشخص طلعناه بره كده، شلنا نفسك دي طلعناه بره، ان في صديق او شخص انت تعتمد عليه جدا. ليه يعتمد عليه؟ الكلمه اللي بيقولها خلاص، يقول انا هاجي يبقى بيجي، انا هعمل بيعمل. واخد بالك؟ ما تشيلش هم، يبقى ما تشيلش هم، الموضوع خلصان. فكذلك رجع، انا عارف مدوخك معايا، عمال اطلعك بره وادخلك واقول لك بص بره، ودخل تاني نفسك في ذاتك والحاجات الجميله دي. ترجع تاني لنفسك. انت بتبقى واثق بنفسك وعارف نفسك من خلال ان انت عندك تراك ريكورد، عندك سجل من الانتصارات الشخصيه المتمثله في انك بتقول وتوفي، بتوعد وتنفذ. بس
ده باختصار شديد جدا 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 ازاي تكتسب ثقتك بنفسك، او ازاي تكون شخص واثق بنفسه، انك عارف نفسك، الوعود الشخصية اللي بتقطعها بتنفذها. وده بقى احد الكلام اللي كما يقول عليها الافرنج easier said than done، اللي هو ايه؟ ده كلام حلو قوي، ده كلام حلو قوي، بس تعالى نفذ يا جميل، تعالى نفذ. لا يعني الموضوع بهذه الصعوبة، الموضوع بهذه الصعوبة صعب جدا 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 يعني، وياخد وقت وبتتكعبل ودايما دايما دايما بتبقى ضد هوى النفس. واحد مثلا ألزم نفسه ان هو هيصحى كل يوم قبل الفجر بنص ساعة يعمل حاجة ويصلي الفجر ويبدأ يوم. ده محتاج عزيمة وإرادة وترتيب وضغط على النفس، لأن أنت مثلا داخلين على الشتاء وإن شاء الله، فأنت إزاي هتقوم من تحت البطانية في هذا الجو الدافئ الجميل، وممكن مثلا السخان ما بياخد نص ساعة على ما يسخن المية، فأنت تتوضى بمية تلج، إيدك تتجمد، مع إن السرير دافئ وجميل ويعني فلا الموضوع بيحتاج، ده بيكسبك فيما بعد بقى صلابة ذهنية، ان انت المؤثرات الخارجية والحسية لا عندك صلابة ذهنية، مش صلابة نفسية دلوقتي، لا صلابة ذهنية قوية جدا بتخليك تعمل عكس اللي كل خلية في جسمك بتقولك اعمله. انت مثلا تحت الدش البارد او انت بتتوضى بالميه البارده ديت، كل خليه في جسمك خلص قوم، لا بلاش عارف ايه، لا، ولكن انت بتجبر نفسك على هذا الامر. بعد كده خلاص انت ما فيش حاجه ان شاء الله تقف قدامك، ما دام قدرت على نفسك وقدرت تكتسب ثقه نفسك وقدرت تلزمها بكل ما قلت انك ستفعل، انت ثقتك بنفسك دي بقى هتبقى مريحة، هتبقى مستريح جدا وانت بتعمل حاجات كتير. ده هينعكس بقى في قصة الكاريزما. يعني احنا كنا زمان اتكلمنا على موضوع الكاريزما، والله انا حاسس ان ده ممكن يعني سكريبت يبقى او حلقة فيديو كاملة على دروس اونلاين نستفيد في الموضوع، ان انت ازاي الانسان الكاريزما بيبقى كاريزما، بخلاف الايه الكاريزما اللي كل الناس عارفاها، اللي هو بيشيل 5 علب مرلبورو احمر ومعلق الايربودز في البتاع وفاتح القميص وايوه يا احمد الراجل الجميل اللي بيعمل فيديوهات ده. ازاي الانسان بيبقى كاريزما؟ ازاي هو مبقاش قاصد ان هو يبقى كاريزما، هو بيبقى على طبيعته جدا، بس هو وصل لمرحله من اكتساب ثقه في نفسه ومن الصلابة الذهنية اللي تكونت بناء على ده، انه الطبيعي بتاعه بقى مبهر للناس. الطبيعي بتاعه بقى مبهر للناس. هو مش بيحاول يبهرك، هو مش بيحاول يبان كاريزماتيك، ولكن هو وصل لهذه المرحلة، مشي السكة دي، راح الطريق ده. زي مثلا الشخص الجميل اللي بيروح الجيم، واخد بالك، اتمنى يعني ان ربنا يعافينا من هذه الإصابة ونرجع قريبا. فهو ماشي، هو طبيعته مبهرة بقى. ليه؟ بخلاف الشخص اللي هو بياخد هرمونات وبتاع، هو طبيعته مثلا ما شاء الله التراي طالعه شويه، البتاع البوستشر بتاعته او الوقفه بتاعته، هو ده الطبيعي بتاعه، انت شايفه ان هو مبهر وسوي، هو مش بيحاول، هو ده بقى اصبحت this is the new norm of him، ده اصبح الطبيعي بتاعه. كويس. كذلك يعني الثقه بالنفس ديت بتولد بعد شويه كاريزما، كل ده وما انتش قاصد. يعني انا بالنسبه لي الكاريزما هي اثر جانبي او فايده جانبيه لحاجات كتيره قوي حصلت قبل كده، ولكن الانسان ما بيخشش على طول كيف تصبح شخص كاريزما. امشي كده، البس كده، كلم الناس كده، نبره صوتك، تخن صوت، لا، الحاجات دي بتبقى بالطبيعه بالسليقه، ما عادش ان هو بيتكلفها او ان هو بيفكر فيها ولا لا خالص، وعنده حاجات اهم بكتير بيفكر فيها. بس ننزل بقى عشان نفطر، عشان انا جوعت. اخويا الكاريزما اللي بيحلنا من كل ازمه. يا هلا يا صباح الفل. ايه الاخبار؟ ده ايرلي بيرد بقى ونشاطه ايه؟ قلت الساعه 1 لسه صحي؟ عاش. احنا برضه سهرنا امبارح يا اخي، يعني تاخرنا فعلا امبارح، بس مجهود يذكر فيشكر. الحمد لله الحمد لله. يا الحمد لله. قول لي بقى يا ابو دينا، عايز اقول لك
قول لي انت ازاي، كيف يكتسب الانسان ثقته بنفسه؟ ده سؤال عميق قوي قوي. بس انت لسه ما فطرتش لسه ما شربتش قهوه. لا بعد القهوه. ما هو بعد القهوه يكتسب الانسان ثقته بس دي الإجابة. ده والله صح، والله برضو انسى الكلام اللي انا قلته، كل الهكس اللي انا قلته ده هو بعد القهوه يكتسب الانسان ثقته بنفسه. عشان بس ما نكركحهاش. بس عم احمد هو اللي يعمل لنا القهوه النهارده. تلاميذك يا باشا، يلا يا باشا. تلاميذ ميز. دي 20 جرام شيل. بسم الله. فين الغطا يا باشا بتاع حط الغطا؟ انا مش شايف، لسه مش شايف. مفيش ثقه بالنفس خالص. بسم الله. لا مش كده. باريستا يا جماعه. يا لهوي. ده ايه الهند اللي هو بيعمل هو بيوهمك ان بيعمل كل حاجه بسرعه. تيكس تايم يا جماعه. القهوه لازم تتعمل على ايوه مزاج بحب كده عشان تطلع حلو. الله. اكتر حاجه معصباني بس في في المكنه دي البتاع ده. ما هي بتضايقني قوي. يعني انت عايز تطحن كميه كبيره عشان تاخد منها بالمعلقه، بالظبط، انما هتطحن على قد ايش يوزر انترفيس مش افضل حاجه بصراحه. بس على ايده. هو بس التوتر بتاع الكاميرا بيبقى لها هيبه برضه. هيبه. الكاميرا بيبقى لها هيبه. لف اتجاه عقارب الساعه بالراحه. ايوه جميل. بس كفايه يا جماعه. في ابداع، في حب. حلو. حط بقى. لا حط على الارض. ايوه حلو قوي. تحفه يا باشا. ودي تكه صغيره. شكرا. بصوا يا جماعه، هحاول اخد لكم بس الشوط بالمقلوب وهو يبقى ايديت بقى. هو يبقى ايديت. لازم تحط الميزان صح؟ البتاع لا خلاص انت عيرته دبل شوت. دبل شوت. الله عليك. بسم الله. يا نهار ابيض يا اولاد على الجمال. الشوط ايوه سامع الصوت ده؟ الله فنان. حب يا جماعه. ده حب تقيل. استنى. يا عيني بص يا عيني 34 ونص. مفيش بعد كده. ده انت يا ابني وصلت للاوبتيمم. كان ناقص يعني جرام ونص. يا سيدي عندي يا سيدي يا باشا خلي عندي الجرام ونص دول. كفايه شوت واحده. مش هوريكم الشوتين بقى. وانس ان في حد قاعد القعده دي معناها he's doing something يعني ايه سحله صح. يس. دي قاعده الايه العظماء في عظمه بتتعامل دلوقتي هنا. والى هنا سيداتي وسادتي ينتهي برنامجنا لهذا اليوم. يلا عايز حاجه صهيب؟ حبيبي. سلام. باي باي. good night. Bon nuit. Bye. Do you see me?